الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا لكم في الحلقة السابقة عن ملوك الأسرة المصرية وحكامها في الفترة من عام 2603 قبل الميلاد. والآن مع أول ملوك هذه الأسرة ومؤسسها الملك نفركارع الأول أو نفركارع ليبي. حكم هذا الملك في الحقبة من عام 2603 قبل الميلاد إلى العام 2599 قبل الميلاد، أي حكم هذا الملك حوالي 4 سنوات تقريبا. تم التعرف على هذا الملك من اسمه في قوائم الملوك المصرية في قائمة ملوك مصر بعرابة أبيدوس. وكان هذا الخرطوش الملكي الرائع رقم 43 كما هو موضح بالصورة. حقا إنه ملك غامض. ونعرف عن هذا الملك القليل حتى الآن. لم يتمكن العلماء من فتح الصندوق السري لهذا الملك. ويظهر أيضا في نقوش أن والدته هي الملكة عنخ إسن بيبي الثاني، مما يؤكد نسب هذا الملك إلى أبيه الملك بيبي الثاني نفركارع. ونرى أيضا نفركارع نبي في نقوش معبد عنخ إسن بيبي الثاني. ومن الواضح أيضا أن الملك نفركارع نبي الأول كان يخطط لبناء هرم في منطقة سقارة، لكنه لم يصل أو يتمكن من تنفيذ مخطط هذا الهرم. حقا إنه تاريخ غامض. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله مع ثاني ملوك الأسرة المصرية السابعة. والسلام عليكم ورحمة الله